السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا قناة صوت فكرة TV في الحلقة الجديدة من برنامجكم المونديال اليوم. قبل أن نقدم لكم نتائج المسجلة اليوم السبت 13 يونيو وصباحة اليوم الأحد 7 يونيو 2026 برسم كأس العالم 2026 بيكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. في المجموعة الثانية حقق المنتخب الوطني المغربي نتيجة إيجابية ومهمة في مستوى المشوار بالمونديال بعدما فرض التعادل الإيجابي تعادل هدف لمثله على المنتخب البرازيلي أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. وافتتح أسود الأطلس التسجيل عبر اللاعب إسماعيل السيباني قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل للمنتخب البرازيلي في مباراة قدم خلالها المنتخب المغربي أداء قويا ومنظما نال إشادة على المتابعين. إليكم نتائج مباريات السبت 13 يونيو 26 المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفوز النتيجة الإيجابية على المنتخب باراغواي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. تعادل المباراتين المنتخب قطر ومنتخب سويسرا المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي بالتعادل هدف لمثلها. نتائج المباريات صباحا يوم الأحد 14 يونيو 2026 المنتخب اسكتلندا يفوز على منتخب هايتي ب1-0. المنتخب أستراليا يفوز على منتخب تركيا ب2 مقابل لا شيء. باقي مباريات اليوم الأحد المنتخب ألمانيا يواجه كوراسو على الساعة 6 مساء ومنتخب هولندا يواجه منتخب اليابان على الساعة 9 ليلا. بهذا التعادل يمكن المنتخب الوطني المغربي قدرته على منافسة الكبار المنتخبات العالمية ويمنح جماهيره جرعة كبيرة من التفاؤل قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات. كان معكم محمد تبني من قناتكم صوت فكرة TV. شكرا لكم على المتابعة. نلقاكم في الحلقات القادمة بحول الله. لا تنسوا الاشتراك والمشاركة والمتابعة لهذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.